أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بكرة أحلى. يلا بينا ندخل على الحلقة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة مقارنة الأطفال بأطفال غيرهم. في الحقيقة تميز الطفل وتفوقه على الأطفال الآخرين هدف بيسعى ليه دايما كل أب وأم، وبيحاولوا يستخدموا كل الطرق والوسائل الممكنة لتحفيز ابنهم وتنمية مهاراته عشان يوصلوا للهدف ده. لكن من الأخطاء الشائعة في معظم العائلات استخدامهم لوسيلة مقارنة الطفل مع الأطفال الآخرين، وهم معتقدين إن الطريقة دي أفضل طريقة لحث الطفل وتحفيزه. وفي اعتقادي الشخصي إن أكتر حاجة ممكن تأذي الطفل هي مقارنته بطفل تاني. المقارنات دي بتعمل حفر داخل الأطفال، بتضايقهم وبتفسد عليهم أوقاتهم، بتنهش أحلامهم، وبتفرق بين الطفل وأخوه، وبتزرع الضغائن والأحقاد بينهم، وبتجيب نتائج عكسية. وللأسف في كتير من الأهل ما بياخدوش بالهم من آثار وأضرار المقارنات دي. وإحنا في الحلقة دي هنتكلم عن التأثيرات السلبية اللي بتسببها المقارنات دي، وهنتكلم برضو عن إننا إزاي نعالج الآثار السلبية دي. وأول تأثير بتسببه المقارنات دي هو تدمير الثقة. مقارنة طفلك بالآخرين بتهز ثقته بنفسه. لما بتقول لطفلك إنه فاشل في حاجة معينة وإن في طفل تاني أفضل منه، بيتولد عنده شعور بعدم المقدرة على مجاراة باقي الأطفال. ومع الأيام هيترسخ جواه عقيدة إنه أقل من غيره، وهيبقى صعب عليه إنه يصمد في المستقبل، وهو مهزوز، وهو مش واثق في نفسه، وهو قواعده هشة وضعيفة. هيبقى فقير في الأحلام والطموحات والنجاح. المقارنات دي يا جماعة اعتراف ضمني مننا إن أطفالنا أقل من غيرهم. الطفل دايما بيبقى في احتياج إنه يتغذى من أبوه وأمه بالثقة، زي ما بيبقى في احتياج إنه يتغذى بالطعام. وده دورنا، إننا نغذيه بالثقة دي، مش إننا نحطمه. الثقة في الصغر يا جماعة زي الزجاج، لو اتكسر في الصغر مش هيتصلح في الكبر. التأثير التاني التعجيز عن اكتشاف مواهبه. كل طفل مختلف عن التاني، في المميز في الرياضيات، وفي المميز في الرسم، وفي المميز في طريقة كلامه، وفي كتير من المجالات اللي هتلاقي فيها طفل متميز عن التاني. لكن في النهاية مفيش طفل أفضل من التاني. لو انت مهتم بأمر طفلك، ساعده على اكتشاف العالم بتاعه، ساعده إن يقدر يكتشف موهبته. خد بإيده أحسن ما تعجزه وتكسر خاطره. والتأثير الثالث التسبب في الغيرة والحسد والعداء. لما تقارن طفلك بغيره هيتولد عنده شعور بالغيرة من الطفل اللي انت قارنته بيه، لأنه هيعتقد إن الطفل ده متفوق عليه، وهيعتقد إن كل اللي حواليه بيحبوه أكتر منه. ومع مرور الوقت هتتحول الغيرة دي لحسد تجاه الطفل التاني، وهيتطور الموضوع لحد ما يوصل للكراهية، وبعدين يوصل تلقائيا إنه يبقى شخص عدواني. وعشان كده بوجه رسالة للي بيشوف الفيديو ده، سواء كان أب أو أم، لازم تعرف أو تعرفي إننا سواء كنا آباء أو أمهات، مهمتنا تجاه أطفالنا هي إننا نخرج نشء سوي، نشء معتدل، مش نخرج مشروع عدو. التأثير الرابع التسبب في العزلة وعدم الاختلاط. مشاعر الغيرة والحسد اللي هتتولد بالمقارنة بين الأطفال هتسبب لهم نوع من العزلة والانطواء عن محيطهم الاجتماعي. هيتجنبوا الاختلاط مع باقي الأطفال، فهتقل عندهم مهارات التواصل مع الآخرين، وهتمنعهم من تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية. ومع الوقت هيتأثر سلوك الطفل بشكل عام. التأثير الخامس التسبب في ترك وشم في الذاكرة. اوعى تفتكر ان لما طفلك هيكبر هينسى المقارنات دي. بالعكس، دي هتفضل ثابتة في عقله، زي الوشم اللي عمره ما هيروح أبدا من الذاكرة، وهتفضل في راسه طول حياته. هتلوث ذاكرته، وهتفضل تدور دايما في عقله. مرحلة الطفولة مش سباق يا جماعة، مرحلة الطفولة رحلة، رحلة لازم طفلك يتمتع بيها. لو اعتمدنا فيها على أسلوب المقارنات هنحولها لصراع مرير ومنافسة، منافسة هيكون الخاسر الوحيد فيها هو طفلك. عشان كده
لو بتستخدموا أسلوب المقارنات ده، من فضلكم كفاية لحد كده، كفاية تأثيرات سلبية، وتعالوا نشوف إزاي نقدر نعالج الآثار السلبية دي. وأول نصيحة بنقدمها: امنح طفلك الحب والتقدير. لو طفلك أخطأ في حاجة معينة أو سبب لك أي نوع من الخذلان أو الإحراج في موقف معين، لازم يكون شعور الحب ليه حاضر عندك. لما تمنح طفلك التقدير والاحترام، خصوصا قدام الآخرين، التقدير ده هيعزز عنده ثقته بنفسه وهيحفزه على إنه يحاول من جديد. النصيحة التانية: افهم نقط القوة والضعف لطفلك. ركز مع طفلك وحاول تفهم وتوصل لنقط القوة والضعف عنده، ولما توصل لنقط القوة حاول تعززها وتقويها أكتر عشان تتولد عنده الموهبة. ولما تتولد عنده الموهبة دي، دعمه وخليه ينميها. واوعى في يوم تفرض إرادتك على طفلك وتغصب عليه إنه يتعلم حاجة ما بيحبهاش، لأنه في النهاية مش هيحقق أي نتائج فيها. ولو اكتشفت في طفلك نقط ضعف، كل اللي عليك إنك تصبر وتقدم له الدعم عشان يقدر يتغلب على الضعف ده من غير ما تلومه أو تقارنه بحد. ومع الأيام هيقدر يتغلب على نقط ضعفه. والنصيحة التالتة: خليك واقعي في تقييم إنجازات الطفل. دايما الآباء والأمهات بيبقى عندهم هدف إن طفلهم يكون من الأوائل في كل حاجة، وده بيعرضه لضغط كبير أكبر من قدراته. وهنا لازم نقف ونقيم إنجازات أطفالنا بواقعية، وما نضغطش عليهم بأي نوع من الضغط الغير مبرر. ورابع نصيحة معانا: امنح طفلك بعض الاستقلالية. طريقة تفكير طفلك غير طريقة تفكيرك وغير طريقة تفكير الأطفال الآخرين، وهنا لازم تتعامل مع طفلك على إنه فرد. لازم تسمع اللي عايز يقوله، لازم تديله فرصة يعبر عن اللي بيفكر فيه، لازم تعرف هو بيحب إيه وبيكره إيه، لازم تسمح له يفكر وتعلمه ياخد قرار من نفسه. وإحنا كآباء وأمهات لازم نحصر مهمتنا في إننا نوجه الطفل بس، وبكده هتتبني علاقة ثقة واحترام بيننا وبين أطفالنا. وخامس وآخر نصيحة بنقدمها: طفلك مش مجرد موضوع للتباهي. اوعوا تتعاملوا مع طفلكم على إنه مصدر للفخر والتباهي في أوساطكم الاجتماعية. اوعوا تحددوا له أهداف غير واقعية وتلزموه إنه يوصل لها وتضغطوا عليه علشان ينفذها، لأنكم في النهاية مش هتحصدوا غير خيبة الأمل ليكم ولطفلكم. واعرفوا كويس إن أطفالنا زي الفاكهة، في فاكهة بتحتاج للظل أكتر، وفي فاكهة بتحتاج للضوء أكتر، وفي فاكهة بتحتاج للمية أكتر. والفاكهة مش شبه بعضها، لكن كلها شهية ولذيذة زي الأطفال بالظبط. وفي النهاية ربنا يحفظ لكم أبنائكم ويبارك لكم فيهم ويجعلهم قرة عينيكم ويفضلوا دايما برين بيكم. وبس كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واكتبوا لنا تعليقاتكم بتفرحنا جدا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشتركوا. مع السلامة ونشوفكم على خير.